أبعلمكم الحين شلون تزيد مساحة الجهاز بشكل افتراضي وملموس. يعني راح توفر من مساحة الجهاز بحيث انه راح يكون لك مساحة إضافية، بالإضافة إلى أن في حال إذا ضاع جهازك أو انسرق أو أيا كان أو فقدت الجهاز أو تلف، تقدر تستعيد بياناتك بأي لحظة كاملة. شوف وياي، اللي تحتاجه انك تدخل على اعداداتك بالشكل هذا، راح تروح صوب اسمك فوق، راح تروح صوب الاي كلاود. شنو موضوعه هذا؟ راح تزيد مساحة جهازك بشكل افتراضي، وانا اعتقد ان الاغلب عندهم مفول بالشكل هذا. طيب شلون ازيده؟ راح تحتاج انك تضغط على الترقية بالشكل هذا، وراح يعطيك اكثر من اشتراك. راح يخصم، ابيكم تركزون، راح يخصم بشكل شهري. مثلا اشتركت بدولار راح يخصم بشكل شهري دولار، بس راح يعطيك 50 جيجا. 200 جيجا راح يخصم بشكل شهري 3 دولار، مستمر الخصم، بس راح يعطيك 200 جيجا افتراضية على الاي كلاود. شنو مساحة جهازك؟ اشتري المساحة اللي تحتاجها. طبعا بختار المساحة هذه، مثلا هذه اللي انا انصح فيها الكل يشترك فيها، ال 200 جيجا. اضغط على الترقية. اذا عندك وسيلة دفع متوفرة على الاب ستور، تمم عملية الشراء. اذا ما في، شوفوا وياي شلون تحط او تضيف عملية خصم لهذا الاشتراك. راح تدخل ثاني مرة على الصفحة هذه، تدخل على الدفع والشحن. راح يكون عندك اكثر من طريقة، في اللي متوفر عندهم بالفيزا او بالهاتف او بالايتونز، كروت الايتونز، ولكن هذا الحساب متوفر هذه الطريقتين بس. انا راح اختار رقم الهاتف. بعد ما ضفت رقم الهاتف بضغط تم، راح توصلني كود او راح يصلني كود تفعيل. المطلوب منك الحين اضغط ارسال بعد ما تحط الكود، لين يتعرف السيستم او الاي كلاود على رقم هاتف للخصم بشكل دوري. الحين نرجع ثاني مرة على الاي كلاود، بعدين راح نروح على الترقية، نفس العملية اللي سويناها لكم الاولى، نختار 200 جيجا، نختار الترقية الى هذه السعة، بعده نتمم عملية الشراء. مثل ما تشوفون زدت مساحة الجهاز بشكل افتراضي 200 جيجا وتمت عملية الشراء. وفي نقطة أخيرة أبيكم تسوونها عشان توفر مساحة كبيرة بجهازك. بعد ما تتمم عملية الشراء راح تشوف أن وسيلة الدفع صارت موبايل فون، بالإضافة إلى المساحة اللي 5 جيجا صارت 200 جيجا. باقي خطوة أخيرة، ادخل هني، بعدين ادخل على الصور هذه، إذا ما كانت على تحسين خلها على تحسين. شنو فايدتها يا جماعة؟ شوفوا أنا بالنسبة لي شنو مستفيد منها. أنا جهازي الأساسي الصوري والفيديوهات 1 تيرا، وجهازي 256 كلها موجودة على الاي كلاود، موفر مساحة كبيرة بشكل مو طبيعي. وبالإضافة إلى شريت جهاز جديد، ضاع جهازي، انسرق، أيا كان، بياناتي محفوظة بأي وقت أقدر أستعيدها، أرقامي، بياناتي بشكل كامل. رأيكم بالشرح؟ وإذا فاتكم انشروا لغيركم.